الشاي مع الحليب أو اللبن هو أكتر مشروب شعبي بالذات في البيت المصري وفي بيوت العربية كلها عموما. في الفيديو ده هقولك كل حاجة عن المشروب ده، وهل الخلط ده بين الحليب والشاي مفيد ولا ضار، وامتى يبقى مفيد وامتى يبقى ضار. تابعي معايا الفيديو. يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الشاي بالحليب ملوش ضرر على الجسم لو اتشرب بمعدل كوبايتين في اليوم، مش اكتر من كده. اوعي تشربي الشاي بالحليب على الريق لانه ممكن يعمل لك مشاكل في المعدة ويعمل امساك كمان، وكمان بيزود نسبة الكوليسترول في الدم، فما تشربيش الشاي بلبن على الريق. كمان ما تشربوش قبل النوم لانه بيعمل ارق، زيه زي اي مشروب فيه كافيين. اشربيه قبل النوم ب4 ساعات على الاقل، واشربيه بعد الاكل بساعتين عشان ما يعوقش امتصاص الحديد والزنك اللي في الاكل بتاعك. سيبي عملية الهضم تمشي براحتها كده من غير ما حاجة تعوقها. كوباية الشاي بالحليب دي المزج ده مش اكتر من مشروب دافي طعمه حلو، احنا متعودين عليه، بيعلي كده، بيرفع من مودنا وبيهدي الاعصاب. لكن لو اتكلمنا على فوائده فهنلاقي ان المزج ده بيقلل من فوائد كل من الحليب لوحده او الشاي لوحده. يعني الحليب لو اتحط على الشاي بيقلل من تأثير مضادات الأكسدة اللي موجودة في الشاي. مضادات الأكسدة دي بتبطئ عملية الشيخوخة بتاعتنا. كمان بيقلل من حدة مادة الكافيين اللي موجودة في الشاي، فبالتالي انت لو بتاخديه بغرض انه يبقى منبه قوي، لا، هو مش هيبقى منبه قوي زي الشاي. الشاي برضو بيقلل من الكالسيوم اللي موجود في اللبن، فبرضو ما بناخدش الكمية الكافية او كمية الكالسيوم اللي موجودة في الحليب. لما بنحط عليه الشاي ما بناخدهاش كلها. لو شربتي اكتر من كوبايتين في اليوم بيزود الوزن، وبالذات الدهون اللي متخزنة حوالين البطن، بيزود دهون البطن جدا. حتى لو حطيتيه سادة، لو ما حطيتيش فيه سكر، فاللبن لوحده سعراته الحرارية عالية فبيزود من الوزن. ولو بتعملي دايت هيوقف حرق الجسم بتاعك. يعني احنا اخرنا في كوباية الشاي بالحليب دي كوبايتين في اليوم، هيريح الاعصاب وهيرفع من المود. كمان تقدري تديه لاطفالك بامان، ما فيهوش مشكلة، بس تجنبي الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي. واتمنى اكون قلتلكوا حاجة مفيدة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.